اهلا بيكم يا حلوين، يا رب تكونوا بخير. النهارده يوم جديد وفيديو جديد، وهنحضر النهارده وصفه صحيه جدا. طريقه الفراخ اللي هنعملها النهارده هنعملها مع بعض ان شاء الله. هتنفع في يومك العادي في الغدا ليكي وفي بيتك، وكمان هتنفع في عزوماتك ان شاء الله هتعتمديها. والوصفه النهارده بتاعت الفراخ هتنفع جدا برضو لمرضى السكر واللي عاملين دايت. وصفتنا بدون ولا نقطة زيت ولا معلقة سمنة، ووصفة صحية. فغدانا النهاردة ان شاء الله هيكون غدا صحي. الوصفة دي انا اتعلمتها من امي، ربنا يبارك فيها ويديها الصحة وطولة العمر. تقريبا كلنا في نفس العيلة بنعمل بنفس الطريقة ونفس الوصفة، كلنا معتمدينها بنات وكبار. فان شاء الله بإذن الله تعتمدوها عندكم، والوصفة دي ما هتستغنوش عنها. انا معايا هنا فرختين، الفرخة كيلو 300. الفراخ دي صغيرة لان المكان اللي موجودة فيه كل الفراخ بتاعته بتكون صغيرة. لما بتبقى فراخ كبيرة انا بقطع الفرخة ممكن على 8 قطع. قطعتها هنا على كل فرخة على 4 ارباع، الصدور والاوراق لوحدها، وهبدأ انضف فيها بالشكل اللي انتوا شايفينه. نضفتها في مية جارية في الحوض، وبعد كده كمان هاخد الفراخ بتاعتي واحطها في البولة بتاعتي، وحملة البولة بتاعتي مية. ولازم احط ده مع الطيور بتاعتي، بحط كمية ملح حلوة كتير ما تستخسريش عشان الزفارة بتاعت الفراخ. وهحط كمان مع الملح بتاعي هحط ليمون، وهحط كمان ربع كوباية خل، وهجيب 3 أو 4 ليمونات هعصرهم معاهم. كل اللي انا بحطه ده بنحطه دايما مع الطيور عشان الزفارة بتاعتها، وننضفها كويس. ده طبعا بعد ما احنا غسلناها كويس جدا وطلعنا الحاجات اللي زايدة فيها تحت المية هنعمل الكلام ده. هعصر كمية الليمون اللي عندي 4 ليمونات هعصرهم، وبعد كده هجيب شوية دقيق. طبعا الدقيق موجود عندنا في البيت، مفيش حد بيستغنى عنه. فهجيب شوية دقيق، يعني تقريبا قولي نص كوباية دقيق، وهنزلها معايا في المية وهدوبها كويس في المية. المحلول ده انا بحطه بسيب فيه الفراخ بنقعه لمدة ساعتين، ساعة ساعتين لو انت مش مستعجلة. المهم انت كل ما هتسيبيه اللي هتنزل الزفارة بتاعتها، والفراخ بتاعتك هتبقى بيضة زي الفل ونظافتها زي الفل. فانا خلاص ذوبت الدقيق بتاعي، وخلاص هسيبها بقى لمدة ساعة بحيث ان هي خلاص تنضف كويس. هجيب معايا بصلتين هقطعهم قطع صغيرة. البصل اللي انا عندي موجود عندي ده صغير، فاخدت 3 بصلات صغيرين عشان تكفي، وهتكفي كل الكمية اللي عندي بتاعت الفراخ. وهقطع معاهم كمان قرن فلفل حلو. لو عندك فلفل بلدي بقى الاحمر ده اللي احنا بنشتريه من عند بتاع الخضار بيبقى تحفة معاها. الفلفل الاحمر فلفل بلدي احمر تقطعيه معاها هيبقى جميل جدا، احلى كمان من الفلفل الاخضر. وهجيب طماطمايه معايا هقطعها برضو قطع صغيرة. كل ده انا هاخده معايا عشان خلاص هضربه عندي في الكبة المفرمة بتاعتي وهطحنهم كويس جدا. هجيب عندي المطحنة، وبعد كده هنزل فيها كل خليط البصل والفلفل والطماطم مع بعض. بس هنا انا طبعا عشان خاطر انا هديهم ضربتين بالقطاعة بتاعتي هفرمهم فيها بس. فهي مش هتمشي معايا كويس قوي، فهجيب نص كوباية مية وهنزل بيها عليهم، فهتلاقيها تنعمها معايا عشان انا عايزة الخليط ده يبقى ناعم. يبقى انا نزلت معايا البصل والفلفل والطماطم، نزلتهم في المفرمة بتاعتي مع نص كوباية مية عشان عايزة الخليط بتاعها ناعم. حطيت معلقة صغيرة من ال7 بهارات، ومعلقة فلفل اسود، ومعلقتين ملح. الملح هنا على حسب رغبتك انت بقى، تنزلي كمية الملح اللي انت عايزاها. لو بتحبي ملحها خفيف خلاص كفاية ملح معلقة صغيرة بس. لو بتحبيها ملحة شوية نزلي معلقتين صغيرين. فانت تدوقي بقى وتشوف الخلطة بتاعتك. هنجيب عندنا بولة وهننزل فيها الخليط بتاع البصل. شايفين خليط البصل ناعم ازاي؟ مش هديك النعومة دي الا لما تزودي حبة مية من ربع كوباية لنص كوباية مية تنزليها مع الخلطة بتاعتك وانت بتضربيهم في المفرمة. هجيب عند الفراخ بالشكل ده وهبدأ احشي فيها. انا بفتح الصدر من جوه نصين، وببدأ احشي فيه الخلطة بتاعت البصل. وكمان بجيب بين الجلد، بفتح الجلد بتاع الاوراق من جوه بين اللحم وبين الجلد، وبنزل فيها برضو التتبيلة بتاعتي اللي انا عملتها. بشبعها من كل ناحية، ما بخليش حاجة ما فيهاش التتبيلة عشان تشرب منها كويس، وكمان بتديها طعم حلو جدا.
فبخلص الكمية بتاعتي كلها وبتبلها. برضو هنا التتبيلة بتاعتي ما تبقيش مستعجلة عليها، يعني ما تتبلهاش وبعد كده كمان تروحي تسويها، هيطلع طعمها هي هتبقى كويسة بس مش هتلحق تشرب من التتبيلة كويس. فالافضل طبعا لو انتي ناوية تعملي فراخ تاني يوم، تطلعي الفراخ بتاعتك من اليوم اللي قبلها وتتبليها وتغطيها كويس بستريتش وتدخليها التلاجة، فكل ما هتقعد عندك هتبقى حلوة جدا. النهاردة بقى الراعي بتاعنا للفراخ عن القلاية الهوائية. هرص فيها الفراخ بتاعتي. انا القلاية بتاعتي بتاخد حوالي فرخة وربع، فهحط فيها فرخة وربع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام، ما هحطش معاها ولا ببخاخ زيت ولا هرشها ولا اي حاجة خالص. هشغلها على درجة 200 لمدة تلت ساعة او نص ساعة على حسب ما تاخد معاكي. انا حمر معايا الوش الاول وهنا انا قلبتها على الوش التاني. اول ما يحمر الوش بتاعها هنروح نقلبها، لان هي مش بتحمر فوق وتحت، لازم تقلبي الفراخ بتاعتك من جوه عشان خاطر تاخد على الوشين نفس اللون اللي انت عايزاه. بعد كده انا عندي 3 بطاطسات. خلاص انا في الوقت ده انا سبت الفراخ بتاعتي تستوي كويس في القلايه. حضرت معايا 3 بطاطسات وسط حلوين يعني بمقدار كيلو، وجبت البوله بتاعتي وهحط البصل فيها، هقشرهم كويس وهغسلهم. بعد كده هجيب البطاطس بتاعتي وهقطعهم. لو انا عندي قطعت مبشرة البصل فيها زي قطاعة كده، في جزء ممكن نقطع بيها زي شيبسي، بس انا قطعتها بعد ما اشتغلت عليها ما عجبتنيش قوي، فجبت السكينة وقعدت اقطع شرايح على قد ما اقدر رفيعة جدا. فيعني انتوا شطارتك في التقطيع لو قطعتي بالسكينة، لكن لو عندكيش، لو عندك الكيتشن في قطعة مع الكيتشن ممكن تعملي عليها تقطيعة الشيبس. هغسلها كويس بالمية بعد ما قطعتها. بعد كده هجيب مية نظيفة غير المية اللي انا غسلتها فيها، هصفيها من المية اللي غسلتها فيها وهجيب مية نظيفة. بعد كده هتبلها بقى، هحط الملح بتاعي، هحط معلقة ملح صغيرة وهحط معلقة بابريكا. لو انت عايزة تحطي توم باودر بصل باودر حطي، بس انا ما بحبش الشيبس باكتر من كده. فخلاص بعد كده بقليها هيطلع مقرمش. بعد كده هعمل الرز بتاعي صحي. انا غليت ميه على النار وهنزل بملح وفلفل اسود، وهنزل هنا بكوبايتين رز بسمتي، كل كوبايه عليها كوبايتين ميه، وهسيبه يغلي عندي لحد ما يتشرب الرز واوطي عليه. خلاص هنا قدمت الوجبه بتاعتي. شايفين الفراخ؟ الوجبه دي صحيه، طماطم والخيار والفراخ والرز ما فيش فيهم ولا نقطه زيت حطها عليهم، ما عدا الشيبس. طبعا الشيبس ده للاولاد انا عاملاه ليهم. يا رب وصفة النهاردة تكون نالت اعجابكم وتطبقوها بإذن الله. ولو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وتكتبوا لي كومنت جميل كده يا حلوين، وهتوحشوني. لحد الفيديو اللي جاي، مع السلامة.